البرهوشه اللي عندها 16 عام اللي شفناها كتلصق في السائح الكوري اللي يقدر يكون قد خوها الكبير ولا قد باها، كطلب منه النمره التليفون ديالو وكطلب منه يتزوج بها. انا صراحه ما تلومهاش، كتبقى مراهقه برهوشه صغيره ما عارفه والو. انا تلوم التربيه ديال الوالدين، وكنلوم واحد المشكل كبير عندنا في المجتمع عييت ما نهضر عليه في بزاف د الفيديوهات، الا وهو عقده الاجنبي. كتربيو ولادكم على عقده الاجنبي تيرضعوها منذ نعومه الاظافر. النقص اللي كيحسوا به بعض المغاربه تجاه الانسان البراني هو اللي كيخرج لنا نماذج بحال هاد البرهوشه هادي يلي كيصحابها الا تعرفت على واحد البراني راه السلام عليكم راها وصلات. منذ الصغر الطفل او الطفله المغربيه تيتربوا على انه البرانيين حسن منهم، وانه البرانيين كيوصلوا قبل منهم، وانه حنا ديما اللور والبراني كيوصل قدامنا. داكشي علاش كتخرج لنا بحال النماذج في المجتمع. انت كمغربي كتقول انه ما خصناش نقدسوا البراني وما نعطيوش كثر من حجمه، وخصنا نديروا الثقه في النفس في ريوسنا ونشوفوا ريوسنا اننا غنوصلوا وتكون عندنا الثقه في النفس. تيردوك انت عدواني، انت عنصري، انت بغيتي الفتنه، وكيدخلوك من باب التقيه وكيحاولوا يمانيبيلوك بالدين. ونقولها ونعاودها، بسبب عقده الاجنبي بناتكم كيتزوجوا بالبرانيين من هبه وداب. كتزوج شي وحش تيعطيها قتله د العصا، ولا عم الله اش كيدير ليها كيفنيها وكيدفنها في شي بلاصه. بسبب عقده الاجنبي الناس كيتصاروا علينا في المغرب وخارج المغرب، وبسبب عقده الاجنبي عندك هاد البروشه هادي وبزاف ديال البرهوشات كيمشيو كيتلصقوا في الاجانب، كيطلبوا النماري ديالهم وكيطلبوا انهم يتزوجوهم. ودابا مبروك عليكم هاد الفضيحه هادي وهاد الشمس العشيه، باش مره اخرى بوسوا الرجلين ديال البراني على اساس البراني ما عرفتش ليكم من خلق الله.